حكاية يصعب أن تروى لشابة تبلغ من العمر 44 عاما، ناضلت وكافحت وصبرت لأجل هوية مفقودة حتى انهارت وسقطت، ولكن سقوطها لا يدوم، تقف من جديد تحيك ثوب النضال ومعاناة رحم غادرته إلى المجهول. زوجة في عمر 14 عام غادرت أقصى الجنوب من سبها برفقة زوجها متجهة إلى مدينة بنغازي لزيارة شقيقتها، ولكن فاجأها المخاض وأسعفت إلى مستشفى الجمهورية. شتاء قارص وأمواج بحر الشاب تتخبط، وولادة متعسرة وأم صغيرة، وأطباء بلغاريون أجمعوا أن الحالة صعبة، وطبيب سوداني قرر أن تلد الأم ولادة طبيعية، وكانت الولادة وغابت الأم عن الوعي، وغاب جنينها عن الحياة. لا وجود للطفلة، والأمطار لا تتوقف في الخارج، ودموع الأم تنهمر في الداخل، وأب يبحث عن ابنته والإجابة غير معلومة. أبلغوه أن الطفلة توفيت، ولا شهادة ميلاد ولا شهادة وفاة. رحلة فقدان هوية بدأت مبكرا، كل ما يملكه الأب ورقة خروج من المستشفى، وأم منهارة ومولودة مفقودة. حكاية عاشها الليبيون وروت هي كل تفاصيلها. هي ابنة خريبيش حنان المجوب، التي كانت صرختها الأولى على يد خاطفها الذي قرر وبكل بشاعة وجبروت أن يسلب رضيعة الباء أمها، الرضعة الأولى في الحياة، ليضعها في علبة كرتون أمام أحد مساجد بنغازي. من أمام المسجد إلى طفلة باسم فردوس في دار الرعاية، إلى عائلة المجوب، أم وأب كل أملهما في الحياة، ابنة تؤنس وحشتهما، فكانت لهم الدنيا حنان، وكانوا لها طوق النجاة والبيت الدافئ. حقوق تائهة وإن طال النضال، ورحلة صعبة، وابنة مجهولة النسب، وهوية مفقودة. وشاء القدر أن يظهر شاب على تطبيق تيك توك ليقول لحنان: أنا شقيقك، وهنا أمك، وملامحك رسمت فينا. فالجميع هنا يقول: أنت شقيقتنا الكبرى التي خطفت من أمي منذ 44 سنة بمستشفى الجمهورية بمدينة بنغازي في شتاء عام 1981. ونقعد مقطوعة بالشجرة 44 سنة، وتبهدل في حياتي، في إجراءاتي، في أوراقي، ونظرة الشفقة، ونظرة يا حرام، ونظرة أنا مش قادر نتزوج لأن مش حد يعايرني بذا لقيقة. رفض كم حد، كان خاطري كن أم يا ناس، كان خاطري كن أم. أنا مقهورة يا ناس، مش عارفة نفرح ولا نزعل. مكالمة أبكت قلب حنان وذرفت دموع الليبيين بين فرحة طال انتظارها وأمل ينتظر الجميع أن يكتمل رغم مرارة سنوات الانتظار، من مولودة مجهولة النسب في رباية الذايح إلى ابنة المجارحة وولاد سليمان. شاءت الأقدار لرحلة حبل سري لسمراء من سبها أن يمتد حتى سيدي خريبيش بين يقين الأم وحمض DNA. لحظات فارقة في حياة ابنة بنغازي حنان المجوب، فهل يعود الجنين ليطفئ نار الكنين؟